لو بتفكروا تشتروا طقم حلل جديد، خصوصا لو جرانيت او طاسات، يبقى لازم تشوفوا الفيديو ده. تعالوا النهاردة اعرفكم على الطقم بتاعي. انا عندي طقم حلل جرانيت ماستر. تعالوا نشوف بعد استخدام ما يقرب من 4 سنين شكله بقى عامل ازاي. الطقم ده كنت جايباه في ديسمبر 2020، وكنت جايباه ب2200 جنيه. بعد استخدام 5 شهور عملت عنه ريفيو، تقدروا ترجعوا له على اليوتيوب. اول حاجة عندي الطاسات كويسة، بس عندي الطاسة الكبيرة وقعت فايديها اتكسرت. الطقم بقى بيلزق يا جماعة، دي اول مشكلة فيه. الطاسات دي ما بعرفش اقلي فيها بيض نهائي. الجريل يعني ماشي حاله، بس تنظيفه صعب جدا جدا. انا كنت جايبة اصلا الحلل دي علشان اغسلها في غسالة الاطباق. في وقتها كان عندي مشكلة في ايدي، فجبت الطقم ده علشان يبقى سهل عليا ان انا احطه في غسالة الاطباق. طبعا الالومنيوم ما بتتحطش في غسالة الاطباق. اول مشكلة واجهتني في الطقم ده هو الجريل اللي كان بيلزق وما كانش حلو خالص. وبعد كده بدأت المشكلة التانية تظهر، بدأ يقشر وينقر. مش عارفة ليه، رغم ان انا وانا بجيبه كنت مأكدة على المندوب بتاع ليزونوكي ان الطقم ده هيتحط في غسالة اطباق، وقال لي تمام وامن جدا في غسالة الاطباق ولا هيقشر ولا يحصل له حاجة. وبعد استخدام حوالي سنتين بدأ ان هو يقشر وينقر. كنت فاكراه سوء استخدام في الوقت اللي انا كنت والدة فيه، ان مثلا حد استخدمه غلط او عمله ب اسمها ايه، سلكة او اي حاجة. بس بعد شوية الحلل دي الصغيرة انا ما كنتش بستخدمها، لان مقاسها صغير قوي وانا ما كنتش بحتاج المقاس ده. بعد ما ولدت وبدأت اعمل اكل للبيبي بقيت استخدم الحلل الصغيرة، ومحدش بيستخدمها غيري. برضو لقيتها بدأت تقشر وتنقر. شايفين طبعا الشكل بشع. حتى الغطا كمان بيقشر. مش ممكن. هو انا بطبخ في قلب الغطا؟ اكيد لا. شايفين يا جماعة حتى الجزء اللي فوق، يعني الجزء اللي فوق ده لا بيخبط فيه معلقة ولا بيخبط فيه حاجة. كمان انا مش بستخدم مع اي حاجة بطبخ فيها حتى لو ألمونيوم، مش بستخدم معلقة ستيل خالص. انا بستخدم يا اما خشب يا اما سيليكون. واكيد هتشوفوا دوت في الفيديوهات. كملوا معايا الفيديو للاخر علشان هقول لكم على انواع الجرانيت الكويسة. دي بقى الحلة التالتة مقاس 24. برضو دي اول واحدة اصلا بدأت ان هي تقشر، وزي ما اتفقنا حتى الغطا مقشر. شايفين شكلها عامل ازاي اهو، كل حاجة واضحة. طيب نفتكر بقى الطقم دوت ليه مميزات. هو كويس يا جماعة، يعني لو تغاضينا عن التقشير ده، رغم ان ما ينفعش ان احنا نتغاضى عنه، هو بيتغسل بسرعة، يعني سهل التنظيف ما عدا الجريل. والاكل طعمه فيه مش مغير، يعني زيه زي الحلل الألمونيوم. دي بقى اكبر حلة، ودي برضو كنت بستخدمها قليل. يعني اكتر واحدة كنت بستخدمها هي اللي مقاس 24. فقلت يمكن سوء استخدام زي ما اتفقنا او زي ما قلت لكم، علشان هي اكتر واحدة كنا بنستخدم. دي بقى المقاس الكبير، دي استخدامها قليل جدا جدا. برضو نقرت، واضح اهو. يعني مش عارفة اقول ايه. فانا قلت احذركم لو بتفكروا تجيبوا الطقم ده. يعني لو عايزين تجيبوا حاجة تعيش معاكم ما تجيبوش ده ابدا. نيجي بقى لنوع تاني برضو مش كويس ابدا. الووك دي عندي بقى لها حوالي سنتين. انا طحناها شغل، بس يعني تقشير اوفر بصراحة. النوع ده اسمه كيمري، والمفروض يا جماعة ان هو تركي، بس شكله كده ولا تركي ولا يعرف حاجة عن التركي. انا بستخدمها كتير، بس مش مبرر خالص ان هي توصل للشكل ده. بعد كده نشوف الطاسة بتاعت الكريب. انا مش فاكرة دي بصراحة كانت نوعها ايه. انا كنت جايباها من المرشدي، حصل فيها تجريحات بسيطة كده، بس مش بتلزق ولا حاجة، يعني في المتوسط. وكان سعرها بسيط قوي، يعني ما كانتش حتى جايبة 200 جنيه، بس كنت جايباها بقالي كتير. نيجي للي بعد كده. الصينية دي من نوفيل، هي زي ما اتفقنا جرانيت برضو.
حلوة جدا، مش بتلزق، بعمل فيها حتى الرز المعمر بيطلع يجنن. خامتها متوسطة. الخامة اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده اسمه بابيلا، حلو جدا. الطاسة دي اول حاجة جبتها في الجرانيت خالص، يعني بقالها حوالي 6 سنين. انا فكه الايد بتاعتها عشان بحطها في الفرن. ما بتلزقش، ما بيحصلهاش اي حاجة من جوه زي ما حضراتكم شايفين. الوok برضو دي شقيانة معايا نفس النوع، بس الحلو ما بيكملش يا جماعة. ليه بقى الحلو ما بيكملش؟ الطاسات دي ملهاش غطا. كمان لما جيت اجيب الحلل بتاعتها لقيت الغطا ازاز، وانا حد ايده سايبة قوي اي حاجة بتقع من ايدي، فطبعا لو جبت الغطا البايركس هيقع وهيتكسر. نيجي بقى للوحش ده، تحفة تحفة في الاستخدام، وتقيلة كده ومحملة، حلوة قوي. نوع دوت اسمه بلو لاين، وهي تركي برضو، بس للأسف برضو الحلو ما بيكملش. الطاجن ده ملوش غطا، ومش لاقية النوع ده تاني. بتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. لو شايفين ان انتوا استفدتوا متنسوش اللايك والشير، وكمان لو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا متابعة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.